السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله يوم الخميس، وده مشترياتي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. هوريكم بقى واعرفكم ازاي توفروا وتدبروا كده. جبت جوافة كانت ب25، وجبت شوية بامية بقى نخزنهم مع بعض صغيرين كده ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتوا شايفين. وده بتنجان كده مفيد وحلو للأنيميا. جبت 2 كيلو، كيلو ب5. والجزر ده كان كيلو ب17، كان ب20، جبت الكيلو ب17. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. وجبت الطماطم غالية اليومين دول، كيلو ب10، وأنا ب25. والبتنجان ده كيلو ب5. ده اللي نزلتلكم منه على القناة، عملناه بدقة كده، ممكن تحمريه أو تسلقيه. والبلح الأحمر طلع، قلت اما اجيب كيلو ب25 برضو. جبت كيلو زي ما انتوا شايفين كده. دي مشتريات الأسبوع كله، بجيب بقى الأسبوع كله ويفضل بقى عندي، عشان مش كل يوم هننزل وكده. ويوم الخميس بيكون عندي السوق الأسعار قليلة عن باقي الأسبوع. الفلفل اهو كيلو ب10، جبت كيلو أخضر كده وعلى شطة برضو. طبعا لازم تجيب الحاجات الأساسية: الطماطم، الخيار، الفلفل كده. والفاكهة بقى على حسب ما تحبي، طماطم، بصل، ده طبعا أساسي. لازم الحاجات دي تكون متوفرة في البيت. وجبت بصل، ما كانش في عندي بصل. جبت ال2 كيلو ب25. بصوا ما شاء الله. طبعا البصل كان غالي السنة دي. وده الفلفل بتاعي، تنقي بقى ايه اخضر كده مش دبلان. والمانجا كانت الكيلو ب30. طبعا المانجا اصلا بقت في اخرها خلاص. الزبدية بقى هي اللي ان شاء الله نجيب مع بعض الايام الجاية ونخزن بقى، عشان العصير وكده في رمضان ان شاء الله. وأعرفكوا ازاي تختاروها والاسعار ايه دلوقتي وكده. ده لكن دي مانجا الاكل عادي. وجبت الكرنباية الصغيرة دي للسلطة، كابوتش. وجبت بقى ملوخية خضرا كده، الرابطة ب5. والخضرة المحشي بقى عشان نعمل معاكم المحاشي الجميلة. جبت التلاتة ب10. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. الملوخية دي طبعا هنخزنها معاكم وأعرفكم طريقة التخزين في فيديو تاني ان شاء الله. لقيتها حلوة كده في السوق، فقلت لما اجيب منها. وجبت سريس وجبت جرجير. جبت يعني شوية خضرة حلوين، لأن الخضرة ما شاء الله يعني مفيدة وحلوة، وبتنفع مع كل الأكل سواء فطار أو غدا أو عشاء. حلوة ومفيدة للجسم. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. طبعا الخضرة لازم تكون موجودة في أي وقت. لو عندك سمك، عاوزة تعملي شوية سلطة كده، فجبت كمية ما شاء الله اللهم بارك زي ما انتوا شايفين كده. والملوخية طبعا بقى عاملة معاكم وهقطفها وكده. ودي الكوسة كيلو كان ب10، جبت 2 كيلو. والبرقوق الكيلو ب30، جبت كيلو بس كده. النوع ده مسكر وحلو ما شاء الله اللهم بارك. وبرده برقوق مفيد ومغذي، فلازم تجيبي الحاجات كده الأساسية لبيتك. وبرده زي ما انت حابة الكمية بقى، تجيبي كيلو، تجيبي نص، أكتر حسب ما انت عاوزة. وده البتنجان ده كيلو وربع ب5. البتنجان ده هحشيه معاكم ان شاء الله، وهنزلكوا فيديو برضه. جبت منه 2 كيلو ونص. بصوا ما شاء الله، كان لسه حد يعني جايبه ويبيعه في السوق وكده، كان لسه متقطف، فلسه فريش يعني. والفلفل الألوان ده كيلو ب20. جبت كده ايه نص 1 كيلو. طبعا الألوانات والحاجات دي بتكون مفيدة للبشرة وللشعر، تدخلي كذا لون كده في السلطة وكده، مفيدة طبعا. فجبت ايه، قلت اجيب نص 1 كيلو للسلطة وكده. ما شاء الله اللهم بارك. مع اللي هي كرنباية الصغننة اللي هي الكابوتش دي، حلو في السلطة وكده. بصوا الخضرة طبعا دلوقتي بقى أسعارها معقولة. وبقت الربطة الصغيرة ب10 وب15 وفي ب20.
بس لما تنزلي الصبح بدري وكده بيكون في كميات كبيرة احسن ما تنزلي بعد الظهر وكده، وبيكون سعرها اقل كمان. لكن بعد الظهر الخضرة بتكون خلصت ومش هتلاقي حاجة. وده جرجير، الربطتين ب5. هبدأ بقى ان انا انضفها وكده واشيلها بقى في كيس في التلاجة. وده درج التلاجة بتاعي. بدأت بقى ارص الفلفل والطماطم والخيار والجزر زي ما انتوا شايفين كده، عشان ما يبص لو اتساب في اكياس لازم طبعا ترصيه كده. ولو عندك منظمات في التلاجة برضو افضل انك تحط فيه، بس انا ما عنديش منظمات فرصيته كده عادي. وبيفضل بقى اللهم بارك عندي الاسبوع. هبدأ بقى برضو اخد الفاكهة اغسلها وكده. والبتنجان ده هعمله معاكم بدقة. وهشيل بقى البصل في المنظم بتاع البصل والبطاطس والحاجات دي. وهبدأ بقى اجيب الملوخية دي اغسلها كويس قوي وبعدين اقطفها. بصوا ما شاء الله لازم تنقعها كده. في ناس بتقطفها الاول وبعدين تغسلها، بس انا احب اغسلها الاول وبعدين اقطفها زي ما انت عاوزة. المهم تغسلها في الأول. بصوا هبدأ بقى اقطف كل الكمية بتاعتي وهنخزنها بقى مع بعض ان شاء الله. وهعرفكم طريقة التخزين في فيديو برضو، بس انا بوريكم يعني روتين يومي ومش طريقة الاسبوع بتاعي. وان شاء الله طريقة التخزين سواء البامية او الملوخية او اي حاجة ان شاء الله يعني هعملها لكم في فيديو برضو عشان تعرفوا معايا طريقة التخزين وكده. هبدأ بقى اقطف كل الكمية بتاعتي وهعملها برضو معاكم ان شاء الله زي ما قلتلكوا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. لما تيجي تقطفيها تقطفيها بالحتة اللي هي فوق دي، ما تقطفيش الورقة بس كده، عشان الحتة اللي فوق دي بتدي العرق بتاع الملوخية اللي انتوا هتشوفوه معايا ان شاء الله. حبيت بس اوريكم طريقة التقطيف ازاي. هخلص بقى كل الكمية بتاعتي ان شاء الله. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا اهو هوريكم هو هتقطفوها ازاي. انتوا هتشيلوا دي معاكم اهي. هتقطفوا كده بالطريقة دي، مش تاخدوا الورقة بس وتسيبوا اللي هي الحتة اللي جنب الورقة دي. هتقطفوها كلها وتسيبوها كده ندية شوية على الصينية. وبعدين تبدأوا بقى تاخدوها للتخزين زي ما انتوا شايفين كده. هتاخدوها بالحتة اللي فوق، بس لازم تكون مغسولة غسلة كويسة الأول أو تقطفيها وتغسليها. بس أنا شايفة ان الغسيل في الأول لسه وهي ماسكة نفسها، لكن لما تغسليها ورق كده ممكن الورق يقع منك. ممكن بقى تغسليها في مصفى بالورق كده وخلاص. اهو بصوا بقطعها ازاي. هبدأ بقى اجيب الفاكهة بتاعتي ما شاء الله اللهم بارك كده واغسلها. حطيت بقى الجوافة على المانجا على البرقوق على البلح، والعنب بغسله في حاجة لوحده يعني. وبعدين هجيب الكوسة بقى والبتنجان بتاعي أبدأ أقور بقى عشان نعمل المحشي يوم الخميس. ده معتاد عندنا ان احنا نعمل المحشي. بصوا الفاكهة ما شاء الله لما بارك كنت غسلتها وطلعتها في مصفى اهو تتصفى شوية على الحوض. والعنب هغسله برضو واحطه في مصفى. وطلعت بقى حاجات المحشي، طلعت بطة كده وفرخة اللهم بارك وشوية ورق كرنب كانوا عندي. وجبت شوية خضرة كده حطيتهم نقعتهم للمحشي وكده. وهنا بقى كنت بعمل الملوخية. بصوا الملوخية كنت بقى هبدأ بقى في طريقة التخزين. طريقة التخزين دي زي ما قلتلكوا هنزلكوا فيديو ان شاء الله على القناة. ما شاء الله اللهم بارك. الملوخية حلوة اوي الايام ديت، وتجيبي منها بقى كمية تخزنيها وتفضل من السنة للسنة معاكي. ممكن بقى لو انت عاوزة تعمليها خضرة او تنشفيها حسب ما انت عاوزة، بس انا كنت عاملاها شوية خضر يعني. جبت بقى حلة على النار كده، حطيت فيها شوية ملح وشوية فلفل اسود وورق لورا وحبهان. واول لما تغلي انزل بقى بالبطة والفرخة بتاعتي ما شاء الله. ده ديك بلدي والخضرة ناقعة كده. وبعدين هقطعها، حطيت طماطم وبصل اهو. اول لما تغلي معايا هنزل بالبطة والفرخة بعد ما يشطفوا مشطفة حلوة كده. هنا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الملوخية بقى كنت عملتها. بصوا العرق بتاعها عامل ازاي. بصوا
احسن من اللي انت بتجيبيها من السوبر ماركت. تعملي كل حاجة في بيتك وتكون متوفر عندك احسن. تعملي بقى كذا كيس كده وتسيبيهم. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا العرق بتاعها عامل ازاي. بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك. عملت برضو المحشي بتاعي كان جميل ازاي اللهم بارك. فبرضو انزلكوا فيديو على القناة. عملت بقى محشي كوسة وبتنجان وفلفل وكرنب. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا شكله بس يعني يفتح النفس. وعملت برضو شوية ملوخية من اللي انا كنت مخزناهم دول. عملت شوية ملوخية وبرضو هنزلكوا فيديو بكل الطرق الحاجات دي. وده كان محشي كرنب. حطيت على وشه كده 3 بتنجانات. ما شاء الله اللهم بارك. وده كان روتين يوم النهارده. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تصلوا على النبي.